اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من هكونا ماتاتا بودكاست. البودكاست اللي بنهرب منه من وش الدنيا كده ونقعد نهزر ونتكلم ونفكر فيه مع بعض، البنج الاسبوعي بين كل الحروب والاحداث اللي بتحصل حوالينا. النهارده كنت عايزه اتكلم معاكم في موقف انا ذكرته المره اللي فاتت، وهو ان حصل حاجه في ميتنج خلتني كده اعيد تفكيري في بعض الحاجات اللي احنا بنمارسها في حياتنا. باختصار جدا انا هحكي الميتنج حصل فيه ايه ورد فعل الناس كانت ايه وليه فكروا كده. الميتنج باختصار كان كيس ستادي الحاله بخصوص شغلنا ازاي نلاحظ علامات العنف على الطلبه. فالكيس ستادي كانت بنت في الثلاثينات، والواحده من التيم بتاعتنا لقت علامات عنف، بدات تعمل ريبورت ونلاحظها في كل سيشن او كلاس وكده لحد ما اتاكدنا فعلا ووصلنا للعلامات وازاي وبنعمل ريفيرال ازاي والحاجات دي. المهم يعني في وسط القعده اتقال ان اكيد البنت دي عربيه. على قد ما انا استغربت اصلا ليه هم قالوا كده وكنت متضايقه، بس فعلا قلت هي مش ممكن تبقى عربيه، احنا مش بيبقى عندنا معلومات كافيه ان احنا نعرف البنت دي ايه، بس احنا ممكن نعرف. يعني احنا لما عملنا اكسس لقينا ان هي اصلا من البرتغال، يعني هي مش عربيه خالص. بس خلتني يعني افتكرت شويه ليه وصل لهم ان العرب ممكن ما يعرفوش يطلبوا حقهم. ولما جينا اتناقشنا في النقطه دي في الميتنج قالوا ان في حالات كتير من الاطفال ومن الطلبه ومن الستات مش بيعرفوا يطلبوا مساعده، مش فاهمين اصلا ان هم في حاله ممكن يطلبوا فيها مساعده، ومش عارفين يفرقوا ما بين الحاجه الاعتياديه والحق. ودي كانت نقطه مهمه قوي خلتني افكر شويه وراجع تفكيري، هو احنا فعلا مش بنعرف نطلب حقنا؟ طب لو احنا مش بنعرف نطلب حقنا ايه السبب اللي خلانا كده؟ ليه؟ يعني خلونا نسأل نفسنا شوية أسئلة. هل احنا كنا في موقف وكنا عايزين نطلب حقنا واتكسفنا، او مثلا حد ظلمنا وقلنا يلا خليها على ربنا انا مش هوضح انا حقي فين، او عدى مواقف كتير خلتنا نحس الاحساس ده. بس انا بقى يعني قعدت افكر واعمل سيرش كتير كده، ليه معظمنا بنوصل للنتيجة دي؟ يعني ان احنا بنبقى مستكترين الحق او مستكترين ان احنا نطلب حق لنفسنا، او ان احنا ما نستاهلش الحق ده. فوصلت الاسباب كده عايزه اناقشها معاكم. اول سبب ان احنا كبرنا في مجتمع فيه الطاعه العمياء لاي حد اكبر مننا، سواء كان مدرس اب او اي سلطه اكبر مننا، فاحنا عندنا الطاعه العمياء ليهم. كنا بنسمع دايما ما تعليش صوتك، ما تعترضش، الاعتراض معناه لا، او ان انت تقول رايك ده معناه لا. تاني نقطه وهو ان احنا بنخاف، الخوف من السلطه. اي حد كبير، مدرسه كانت سلطه، الحكومه كانت سلطه، كنا واحنا صغيرين فاهمين ان السلطه يعني لا، يعني مش هتقدر تقول رايك، مش هتقدر تقول انا حقي ايه. دي كلها اسباب خلتنا يعني ما نعرفش نطلب حقوقنا. ثالث سبب هو العرف. يعني حتى لو القانون معاك، بعض المجتمعات او بعض الدول زي اللي كبرنا فيها سواء الدول العربيه او مصر بالتحديد، العرف بيطغى عليها حتى لو القانون معاك. يعني مثلا لو عم او خال او اي حد من القرايب ضحك على حد في الورث وراح الانسان ده ياخد حقه، هيقول لك لا عيب، ده عمك، ده خالك. ايوه بس حقي والقانون لا، يقول لك لا. فالعرف ساعات بيضغط في المجتمع ويخلينا مش عارفين نطلب حقوقنا. في الاخر يعني انا اكتشفت ان طلب الحق دي مهاره، والمهاره دي بيتعلموها من هم اطفال سواء في المدارس او في البيت. واغلب البيرنتس اللي عايشين هنا في UK هيفهموا الكلام اللي بقوله، لان من يير 2 الطفل بيبدا يفهم التشيلدرن اكت او التشيلدرن رايت اكت، كل الحقوق بتاعه الاطفال بيبداوا يفهموها لهم، وبعد كده بيعرفوهم ازاي يطلبوا المساعده ومن مين. فمهاره طلب الحق او طلب المساعده دي مهاره احنا ما اتعلمناهاش وما عرفناهاش وما تمتعناش بيها، فعشان كده بنحس ان احنا مستكترين الحق علينا. في نقطة مهمة كمان نسيت اقولها لكم من اسباب ان احنا مش عارفين نطلب حقوقنا، وهي الاحباط. ان احنا جربنا قبل كده نطلب حقنا ومحدش سمع لنا، محدش اهتم اصلا باللي احنا بنقوله، فحصل لنا احباط، ومن بعد الموقف ده عمرنا ما فكرنا نطلب حقوقنا. ودي نقطة مهمة قوي حصلت لنا كلنا. وفي الاغلب في الحاجات مثلا اللي لنا راي فيها اجتماعي او راي سياسي او راي كده، تحس ان في حالة احباط عامة بتحصل لنا. هنا مثلا لو احنا طلبنا حاجة من البارلمنت او من MP او اي طلب، هتلاقي الطلب بيترد عليك، بيتناقش فيه، بيعملوا بلان. ففي ناس بتبقى مستغربة ايه ده، هو ممكن حد يرد عليا؟ ممكن. ايوه يا جماعة ده حق، هي دي الحاجة اللي احنا عايزين نفهمها وعايزين نتعود بقى عليها. فبعض الاوقات لما بنلاقي ولادنا يتكلموا معانا يقولوا لا انا حقي كذا وانا مش حقي كذا، فاحنا بنبقى متضايقين قوي، ازاي يقولوا لنا كده؟ مع ان احنا بنبقى متضايقين عشان احنا مش عارفين نقول ده، او ما جاتلناش الفرصه ان احنا نفهم حقوقنا ايه. عشان كده انا نفسي اسمع منكم،
هل في وقت مر عليكم كنتوا عايزين تطلبوا حقكم وسكتوا، او مثلا جيتوا تطلبوا حقكم ايه اللي حصل؟ فاكتبوا لي كده في الكومنت، وممكن كمان تبعتوا لي فويس نوت على الانستجرام وهشاركها الحلقه الجايه. لو انتوا كنتوا في الموقف ده، هل انتوا عرفتوا تطلبوا حقكم ولا لا؟ ولو طلبتوه ايه اللي حصل؟ ولو كنتوا في موقف عايزين تقولوا حاجه او تطلبوا حقكم وسكتوا، اكتبوا لي طبعا في الكومنت وانا هشارك كل موقف، او ابعتوا لي فويس نوت على الانستجرام وهنشاركها الحلقه الجايه. احنا ممكن نكون كبرنا وتربينا على السكات، بس مش لازم نبقى ساكتين. وممكن المجتمع ضغط علينا عشان ما نفهمش كلمة حق، بس احنا دلوقتي فاهمين. فالجيل الجديد بدأ يقول كلمة لا، وبدأ يقول كلمة حقي. دي حاجة كويسة قوي، احنا لازم نشجعهم عليها. اسمعوا من ولادكم، خلوا ولادكم يتعلموا يطلبوا ويعترضوا ويفكروا بطريقة كريتيكال. اسمعوا من ولادكم، كلمة حقي مش معناها ان انت بتحمي حقك بس. كلمة حقي دي دايرة مغلقة وحشة قوي، كانت المفروض تتكسر من زمان. استنوني الحلقة الجاية وهيكون معانا مفاجأة ولعبة جديدة. اكسر الدائرة القديمة لنفسك، مش عشان حد ولا عشان المجتمع ولا عشان ترضي الناس. اكسرها عشانك انت، عشان انت تستحق تعيش بصوتك ومساحتك وحقك. انا ياسمين، ودي كانت حلقة من هاكونا ماتاتا. استنوني كل جمعة الساعة 12.